اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة شهر مع النفاذ. فالقرار القضائي تلاه بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية. لأول مرة في تاريخ الكورة رئيس نادي يحبس رئيس نادي تاني، والكلام هنا عن رئيس نادي الزمالك اللي اتحبس المستشار مرتضى منصور. اقسم بالله اجيبك ملبوس. فتعال احكي لكم شويه عن تاريخ مرتضى منصور مع الزمالك. اول منصب اداري للمستشار مرتضى منصور كان سنه 2001 لسنه 2005، كان ماسك نائب رئيس نادي الزمالك، وبعدها مسك الزمالك 3 مرات. اول مره من 2005 ل 2006، تاني مره من 2014 ل 2021، وتالت مره من 2022 ل 2023. في ال3 فترات دول اتعرض المستشار مرتضى منصور ل4 مرات ايقاف. قلبي على ولد قطر وقلبي قطر على البحرين. أول مرة كان في سبتمبر 2018 من الاتحاد الأفريقي بعد سب وإهانة أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وقتها، وساعتها تم إيقافه لمدة سنة وغرامة $40,000. بص يا أحمد أقسم بالله هجيب عيسى حياته لو ما بعدت عن الزمالك يا أحمد هقول للعالم كله أنت نجحت إزاي، وأقول لعيسى حياته أنت نجحت إزاي. افهم اللي أنا بقوله، لو ما بعدتش عن نادي الزمالك ومرتضى منصور هقول لمصر كلها والعالم وهجيب عيسى حياته. الراجل صاحبي، تعالى اقول لك الراجل ده نجح ازاي. الايقاف الثاني كان في اغسطس 2022 بعد فضيحه التسريب الصوتي اللي اهان فيه الخطيب وكهربا. ناس ما تفوت الاجر عشان تروح تشتم، لا انا هجيب امك يا خطيب الماتش الجاي واحكي قصه ماجده بتاع عين شمس. ما انا مش هسكت انا كمان. خد ساعتها ايقاف عن مزاوله النشاط الرياضي 4 سنين وغرامه 100,000 جنيه، بس ساعتها كمل شغله عادي لغايه اما القرار ده اتلغى في مايو 2021 من محكمه القضاء الاداري. وفي فتره الايقاف الثاني ده المفروض ان اتوقف الايقاف الثالث قبل ما يتحكم عليه بالعفو في 21 في نوفمبر 2020، بس ساعتها القرار ده اتطبق من وزاره الشباب والرياضه، واعلنوا ساعتها ان هيبقى فيه لجنه مؤقته. انت ما رحتش معاهم ليه؟ روح معاهم. لا مش هروح، لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. واتعمل طعن على القرار ده في مارس 2021، بس الطعن اترفض. جعني. يقوم بعدها ينتخب لفترة ثالثة في 2022 وينجح ويرجع تاني المستشار مرتضى منصور. بس هتروح مني فين؟ اجيبك. شغلانتنا كلها اوضه وصاله. كل ده لغاية فبراير 2023 عشان يجيله الإيقاف الرابع، بس ساعتها بسبب الحبس لمدة شهر في قضية محمود الخطيب المشهورة. ده كده برضه يا بابي تسيبني مرمي في السجن مع الاشكال الوحشة دي. فدي كانت سلبيات المستشار مرتضى منصور مع الزمالك في ال3 فترات اللي حكمنا فيهم. طب هتكلم انا عن نفسي شويه كراجل زملكاوي. انا كراجل زملكاوي طول حياتي وانا بتابع كوره ما كنتش باخد بالي اصلا من رئيس النادي دوت او رئيس النادي دوت الا في نادي الزمالك او نادي الاهلي. دايما الانديه المصريه لازم نبقى عارفين مين رئيس النادي وبيعمل ايه وبيسوي ايه. بس في حاجه غريبه انا لاحظتها الفتره الاخيره. عندنا في القانون الرياضي بيقول لك ان لو في اي رئيس نادي تم حبسه ايا كانت التهمه، قضيه جنائيه، قضيه شرفيه، ايا كانت التهمه، المفروض ان هو بيتعزل من منصبه على طول. وفعلا المستشار مرتضى منصور اتعزل عن منصبه، وبعد ما اتعزل جه برلماني سليمان وهدان ومسك مكانه. بس في مداخله سليمان وهدان مع الاعلامي عمرو اديب قال لك انا مجرد همضي على ورق بس، او هزاول مهنه الشغل الاداري لغايه اما المستشار مرتضى منصور يرجع. اللي يمكن انا جديد على ان انا اكون عضو مجلس اداره نادي الزمالك، لكن انا يعني كزملكاوي بحب النادي وانكر ذاتي في هذا الموضوع يعني. بس يرجع ازاي والمفروض ان عضويه اي حد في النادي لو اتسجن المفروض انها بتتزال على طول. واللي استغربته اكتر بيان نادي الزمالك الاخراني اللي كل اعضاء مجلس الاداره متفقين ان احنا هنفضل ايد واحده الفتره دي كلها لغايه اما المحنه دي تعدي والمستشار مرتضى منصور يرجع لنا تاني. طب هل المستشار مرتضى منصور هيرجع كرئيس نادي ولا هيحصل فيها انتخابات؟ ده اللي انا مستنيه اعرفه منكم في الكومنتات، واعرف رايكم ايه في الازمه اللي بتحصل دي. فما تنسوش اللايك والكومنت والشير وفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. والكلام على ايه؟